لما الأم أو الأب بتقول أنا ابني كان بيحكي لي كل حاجة، كان صاحبي ودلوقتي يا دوب بيرد عليا. ابني في البيت صحيح لكن مش عايش معانا، قافل باب أوضته دايما وردوده قصيرة، مفيش أي حوار ما بينا. يا ترى الصمت ده طبيعي ولا علامة خطر؟ خلينا نقول إن جزء من الصمت ده طبيعي جدا، لأن المراهق في المرحلة دي بيحاول يفهم نفسه ويكون هويته، بيعالج مشاعره لوحده، فبيميل أحيانا كتير للعزلة. لكن المشكلة الحقيقية لما الصمت ده يبقى جدار بينه وبين أهله. إمتى نقول إن الصمت ده مؤشر خطأ؟ لما يتحول لانعزال كامل، بيفقد معه اهتمامه بالحاجات اللي كان بيحبها، عصبيته بتزيد، نومه وأكله بيبقوا غير طبيعيين سواء كتير أو قليل، رفضه للكلام لفترات طويلة متصلة. دي علامات تقول لنا لأ، في حاجة غلط، لازم نستشير متخصص. لكن إحنا كمان بنعمل غلطات بتزود من الصمت ده، زي استخدام أسلوب التحقيق الدايم مثلا. طول الوقت هقول له إيه حصل؟ احكي لي، عملت إيه؟ كلمني. السخرية، أنت بقيت غامض كده ليه؟ أنت مالك شكلك هيتغير كده ليه؟ أنت صوتك عمل كده ليه؟ المقارنة كمان، لما أقعد أقارنه باللي حواليه أو حتى أقارنه بنفسه زمان وأقول له أنت زمان كنت بتحكي لي، أنت زمان كنت بتتكلم، شوف فلان بيحكي إزاي وبيتكلم، ده أنا بعرف عنك حاجات من بره. ده غير طبعا الضغط المستمر، كل ده بيخلي المراهق يقفل بابه عليه أكتر وأكتر. طيب إزاي نفتح باب للحوار مع المراهق؟ خلينا نقول إن المراهق ده والمرحلة اللي هو فيها دي جزء من حياته وجزء من تكوينه، علشان كده محتاجين إن إحنا نتعامل معاه بهدوء وبرفق، نختار وقت مناسب، مش وقت مشكلة أو عصبية. نختار وقت زي وقت الأكل يبقى هو ده وقت الكلام ونفتح فيه مواضيع، أو إحنا رايحين مع بعض مشوار نحاول نسأله من غير ضغط. يعني بدل ما نقول له إيه حصل؟ مالك؟ شكلك متغير ليه؟ لا، أستبدل الكلمات دي وأقول له احكي لي، أنا حاسس إنك مضغوط، لو حابب تحكي أنا موجود. احترم صمته، مش كل مرة لازم يرد. المهم إن أنا أوصّل له دايمًا إن الباب مفتوح، ومهم أوي إن إحنا نقضّي مع ولادنا وقت من غير أسئلة، نتفرّج فيه على فيلم، نلعب لعبة، نتكلّم بشكل عام، نهزّر، نسمح بمساحة من الطرف اللطيف. أهم شيء إن إحنا نكون مصدر أمان، مش القاضي والمحقق. المراهق بمجرّد ما يحس إن كلامه هيتحوّل لتحقيق لازم هيسكت. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيربّي شباب الصحابة بحُسن الاستماع إليهم والمشاركة والتوجيه، وحُسن استماعه ده كان جزء من رحمته ورسالته. المراهق لمّا بيسكت مش معناه إنه مش محتاجك، هو محتاجك بس مش عارف يعبّر عن الاحتياج ده. تدريبنا النهارده، تعالوا نسأل نفسنا شوية أسئلة. يا ترى أنا باسمع ابني من غير مقاطعة؟ يا ترى بارُد كل مرّة بعصبية؟ هل العلاقة بيني وبينه علاقة أمان؟ لو حَس بالأمان الكلام هيرجع تاني تدريجيًا لوحده. الصمت مش نهاية الحياة بيننا، الصمت بداية لنوع مختلف من الحوار. افتحوا قلوبكم لولادكم قبل ما تطالبوهم هم بكده. لما الأم والأب بيشتكوا إنه طول الوقت ابنهم قافل عليه أوضته أو حاطط باسورد لتليفونه، بيكون ردوا عليهم أنا كبرت وليا حياتي. للأسف بيبدأ صدام بينهم، بين خوفهم عليه وهو كمان بيبدأ معركة الحرية. يا ترى هل الخصوصية حق ولا خطر لازم نمنعه عن ابننا؟ وليه المراهق بيحتاج خصوصية؟ لأنه ببساطة بيكتشف نفسه، بيكون أفكاره، وبيحس باستقلاله وبذاته. الخصوصية عنده معناها أنا كبرت، ولو منعناه منها بالكامل ده معناه إنك لسه طفل وغير قادر على حماية نفسك أو على إنك تعمل أي تصرف. لكن محتاجين نفهمه أمور بسيطة، نفهمه إن البيت مش فندق وليه قيم وقواعد ومسؤولية مشتركة. المراهق حقيقي محتاج مساحة لكن داخل إطار الأسرة. وفي أخطاء الأهل بيعملوها مع أولادهم، لما نقرا رسايل بتجيلهم أو نراقب حركاتهم وكلامهم وتصرفاتهم، أو لما نفتح حاجتهم من غير استئذان، ولما نحقق في كل التفاصيل.
وإن مفيش حدود واضحة. كل ده بيخلق فقدان الثقة. لازم نفهم إن في خصوصية مقبولة، إن المراهق من حقه إنه يكون له وقت لوحده، ليه فلوسه الخاصة بيه، من مصروفه أو من مدخراته، إن باب أوضته مقفول لوقت محدد مش طول الوقت، إن ليه كلام خاص بيه مع أصدقائه مش لازم إن إحنا نعرفه إلا لو هو عاوز يحكي ويعرف رأينا. طيب، إمتى التدخل بيكون ضروري مننا؟ لما يتغير سلوكه فجأة، ولما ينعزل انعزال شديد، ولما يبتدي تظهر عليه بداية سلوك غير آمن. هنا التدخل بيبقى لحمايته. طيب، إزاي نعمل التوازن ده؟ لما يكون في مساحة كلام بينا، في قواعد ثابتة للبيت، في وقت للموبايل وفي وقت للألعاب، في وقت للمذاكرة ووقت للنوم، وقت لأهل البيت مع بعض والعيلة. لما أتعامل مع المراهق ومع كل أشيائه باحترام، لأن الاحترام بيولد احترام، الثقة بتولد ثقة وبتقلل الرقابة. خليك حاضر في حياة ابنك، اسأل عنه وعن أحواله واحكي له. ربنا سبحانه وتعالى علمنا احترام الحدود، ووضع لنا قواعد للاستئذان في دخول البيوت، وقواعد داخل البيت الواحد لازم الكل يحترمها. والحقيقة النهاردة مش هوجه كلمتي للأب والأم، لكن عايزة أقول لابني وبنتي في سن المراهقة: الخصوصية حقيقي حقك، لكن الثقة دي مسؤولية، ومسؤولية كبيرة. كل ما كنت صادق مع أهلك، كل ما زادت مساحة الثقة ما بينكم. الأب والأم مش بس سلطة عليك، دول حمايتك وأمانك وسندك. وتدريب النهاردة لكل أب وأم: تعالوا نسأل نفسنا، يا ترى إحنا حاطين قواعد ثابتة مع أولادنا؟ هل العلاقة بينا قايمة على الثقة؟ وفي النهاية عايزة أقول لحضراتكم: المراهق مش عايز يهرب من أهله، هو محتاج بس مساحة آمنة. أفتكر زمان جدي رحمة الله عليه، وأعتقد كل الجدود قالوا المثل ده للولاد: تخيل نفسك سعيد الحظ وأسعد واحد في الدنيا، وإن أعظم ملك طلب مقابلتك علشان تنول شرف المقابلة دي كل يوم، وكمان تكسب كل اللي نفسك فيه وترتاح. هتروح ولا مش هتروح؟ هتستنى الميعاد من قبلها ولا لأ؟ ولما كبرت شوية كان بيطلب مننا إن أي حاجة بنعملها تقف لحد الأذان ما ينتهي، وكان بيقول لنا دايما: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولو ركزنا فعلا شوية في الأذان هنلاقيه بيبدأ بألله أكبر، يعني أقف كده واسمع. مفيش أكبر في اللحظة دي مهما كان اللي بتفكر فيه أو بتعمله من الله أكبر. مهما كانت همومك، مهما كانت انشغالاتك، مهما كان المشكلة اللي لا قدر الله أنت فيها في اللحظة دي، فالله أكبر منها وقادر إن هو ينهيها ويحلها. طيب، إزاي ننقل الفكرة دي لولادنا دلوقتي، خصوصا في سن التكليف وهو سن المراهقة؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا الحل لما قال في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ربنا طلب مننا أمرين: إن إحنا نأمرهم بالصلاة، نطلب منهم ونفكرهم وندعوهم لده. طلب مننا كمان الصبر، لأن الأمر شاق، فمحتاج حقيقي صبر ومحتاج استمرارية. كتير من الأمهات بتشتكي لي إن ابنها أو بنتها كانوا بيصلوا وهم صغيرين، ولما كبروا شوية الصلاة بقت تقيلة عليهم، وساعات كل ما تقول لهم يصلوا يغضبوا أو يقولوا صلينا أو أو مش هنصلي أو صلينا وإحنا ما صليناش. خلينا نفهم إن الطفل وهو صغير قبل 14 سنة ليه وضع وليه طريقة تفكير، وبعد كده ليه طريقة تفكير تانية. الطفل من وهو عمره سنة وبمجرد ما بيحاول يقف لحد ما بيبقى عمره 14 سنة بيقلدنا، بيحاول يعمل كل حاجة صح، أو كل حاجة زي ما هنكون مبسوطين منه حتى لو مش صح قوي. بيبقى عايز يعمل كل حاجة كويسة علشان يسمع مننا كلام فيه تشجيع ليه، أو نكون مبسوطين منه، أو يطلب حاجة هو عايزها. على عكس سن المراهق من أول 14 سنة، بيبقى عاوز يرفض كل حاجة إحنا بنقولها علشان يقول: أنا كبرت، أنا ليا رأي، أنا موجود، مهما كانت الحاجة دي كويسة وفي مصلحته أو لأ. علشان كده لما المراهق بيرفض الصلاة
أو بيكسل بيبقى بيرفض الضغط مننا، مش بيرفض العبادة. وده فرق كبير جدا جدا لازم نستغله حقيقي. إن هو مش رافض العبادة، بل بالعكس هو رافض أسلوبنا في إن إحنا نطلب منه إن هو يعمل العبادة دي. في كتير من الأولاد كان بيصلي وهو صغير بيقلدنا، أو مجرد عادة بالنسبة له مش أكتر. ده يخلينا نشرح أهمية الصلاة ليه، أهمية الصلة ما بين العبد وربه في الصلاة، ونفكره إن هو وقت ما كان بيصلي أو ملتزم بالصلاة، أو إيه أكتر دعوة دعاها وهو بيصلي وربنا سبحانه وتعالى حققها له. من هنا نشرح له الأهمية. وفي نقطة مهمة كمان، البيت هو العالم بالنسبة للطفل، فلما بنقدر نقدم له قدوة متمسكة بالصلاة، كمان أصدقاء من نفس الأمر، بيكون سهل عليه إنه مهما خرج أو إنه مهما ما كانش قدامنا إنه يكون مرتبط إنه هو يأدي الصلاة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا وأمرنا، قال المرء على دين خليله. الإنسان مننا مرآته هو الصديق اللي هو مصاحبه. وللأسف المراهق في الجيل ده عنده انشغالات كتير قوي بتبعده، زي الموبايل والألعاب والأصحاب. علشان كده ما تنفعش دعوتنا ليه للصلاة تكون بالصراخ مثلا، قوم صلي قوم صلي، أو بالتهديد المستمر إنه هو لو ما صلاش هيتعاقب، أو إننا نحرجه قدام غيره. هو بيبقى محتاج مننا قدوة. غياب القدوة بتعمل غياب للإقناع، خصوصا لما المراهق يشوف بعينه أثر العبادة دي على قدوته، وإزاي إن ارتباطه بالعبادة ظاهر في تصرفاته وأخلاقه وحياته. من خلال القدوة دي هنحل معاه أمور كتيرة جدا جدا. وعلشان كده أول حل في مشوارنا مع المراهق والصلاة إن إحنا نكون قدوة. وفي حل تاني بيكون بإننا نصلي مع الولاد في البيت، نطلب منهم إن إحنا نصلي جماعة، وتربطنا دايما معاهم بعد الصلاة كلام إيجابي لطيف يربط الصلاة بمشاعر هادية، ويخلي جو الحياة وجو البيت كله هادي. هفتكر والولاد أصغر من كده ربنا يحفظهم كنت بخليهم يصلوا بيا إمام. لما كان حد يقول لي يعني إن الصلاة دي غير صحيحة، وإن هم لسه صغيرين، وإن هم مش مكلفين، وإزاي أنا أصلي وراهم إمام يعني، كنت بقول سبحان الله، لما هيتعود إن هو يبقى قائد ويقف ومسؤول، لما يتعود إن هو يبقى ملتزم إن في ميعاد إن إحنا بنتجمع فيه، وإن في حد مسؤول منه مستنيه عشان يصلي، هيخلي الصلاة دي جزء من وجدانه. ولله الحمد وقد كان. مفيش مشكلة إن إحنا نجيب ولادنا الصغيرين 7 سنين و10 سنين ويقفوا يصلوا بينا إمام صلاة السنن مثلا، أو نعتبرها ركعتين لوجه الله. أنا بحس إن الصلاة معاهم فيها دعاء مستجاب، فيها سر وسحر، إن هما لسه على فطرتهم، وإن هما لسه غير مكلفين. محتاجين كمان مع ولادنا المراهقين إن إحنا نختار الوقت المناسب للنصيحة. وآخر سلاح وأهم سلاح في إيدي هو الدعاء. الدعاء اللي بيغير كتير جدا من الأمور اللي إحنا مش في استطاعتنا نغيرها بإيدينا. والدتي الله يرزقها الصحة والعافية عمري ما سمعتها بتستفتح صلاتها إلا بدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. دايما تقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وبدون ما أشعر أنا بقيت بستفتح صلاتي زيها بالظبط، لازم أقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل، رب اغفر لي ولوالدي. وفي نهاية كلامي عن الصلاة اللي حاسة إن هو ما يكفيهوش فيديو أو 2 أو 10، عايزة أقول لولادي إن الصلاة مش عبء، دي راحة للقلب وقرب من الحبيب اللي سامعك وشايفك وعارف أنت بتفكر في إيه، وفي إيده وحده تحقيق كل أحلامك دي. تدريب الأسبوع ده للأب والأم، صلوا مع أولادكم ولو مرة واحدة، اتكلموا معاهم عن الراحة في الصلاة، مش بس العقاب اللي هيشوفوه لو تركوها. لو الإنسان في العموم مش بس المراهق عرف جمال العلاقة دي وسرها وداعها، عمره ما هيسيبها ولا هيحتاج حد يفكره بيها، ده هو اللي هيجري عليها علشان يرتاح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول أرحنا بها يا بلال. لو الحلقة عجبتك أرجوك تشاركها،
يا رب ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا جميعًا، ويتقبل منا الصلاة والصيام وجميع الأعمال يا رب العالمين.